لكم سيدنا هذا البلاغ اللي خرج البارح بان جميع المتضررين، اشنا هما هاد المتضررين؟ الناس اللي رابط لهم دارهم كلها ولا اللي رابط لهم جزئيا، واللي مكتب دراسات الخبراء غادي يقولوا لنا مهدده بالانهيار. الدار اللي ما يقدرش باقي يدخل لها مولاها، ماشي شي واحد فيه شي شقيقه صغيره ويجي ويقول لك انا مستفيد، لا، المستفيد هو اللي مهدد ياك. وهذا الشيء غادي نبداو مع السلطات ياك باش يخرجوا مكاتب الدراسات، راه خدامين حاليا، راه عندكم فوق من 50 لجنه اليوم خدامه في المدينه القديمه تتقصي هذه المنازل. هاد الناس المتضررين غادي تعطاهم 3 مليون في السنه، عام 3 مليون اي 50,000 ريال، 2500 درهم للشهر. شهريا غادي توصلهم كل اسره 2500 درهم يكريو بها باش ما يبقاوش في هذه الظروف. سيدنا الله ينصرو ما راضيش على هذه الظروف، ولكن تيطلب منكم وتيطلب منا كلنا الصبر في هذه الوقيته، والتضامن والتلاحم واليد في اليد. سيدنا كذلك قرر باش اللي رابط ليه دارو كليا غادي تعطيه واحد الدعم ديال 14 مليون سنتيم، 140,000 درهم. هاد 140,000 درهم غادي يمشي عاود يبني دارو، غادي يعاود يبني دارو، وحنا ما حدو غادي في البديل حنا تنعطيو الفلوس تنوصلوا معاه 14 مليون سنتيم. اللي ما رابطليش دارو ولكن مضرور وثبت المكتب ديال الخبره والدراسات بان الدار مهدده للانهيار غادي تعطيه 8 مليون باش يصلح دارو.